طيب في سؤال تاني بيقول بالنسبة لحالات الأوبيزيتي عاوز أعرف إيه الحالات اللي ينفع عليها تكميم ومن وزن كام وما لها وما عليها. لو احنا جينا نتكلم عن العمليات بتاعة السمنة، من أكتر الحاجات الخطرة للأسف في السوق، لا مش عشان العملية نفسها لكن عشان التعامل مع الشخص ده بعد العملية. المشكلة إن الشخص ده بيخش يعمل عمليات، يبدأ يخرج من العمليات اللي بيعمل العملية دكتور جراح، وللأسف معظم الحالات مش بتتابع مع اخصائي تغذيه. يعني معظم الحالات مش بتموت في العمليه لكن بتموت بعد سنه او سنه او 6 شهور، او بيحصل لها مشاكل، مش هنقول حتى لدرجه الموت، حتى لو حصل لها بتفضل طول حياتها تعبانه لان مش بيستلمها حد اخصائي تغذيه فاهم وعارف هيتعامل معاها ازاي، فيبدا يحصل لها المضاعفات ويحصل لها المشاكل الصحيه. فبالتالي احنا بنقول المشاكل الصحيه بتاعتها لا تتعدى من نص لواحد في المية كموربيديتي ومورتاليتي، يعني كاعراض جانبيه وكحالات وفيات، ما بتتعداش لواحد في المية. لكن للاسف النسبه دي بتزيد جدا، بس مش في وقت العمليه، بتبقى بعد العمليه ب6 شهور لسنه، ممكن توصل لسنتين. فبالتالي احنا عايزين نقول الاهم في العمليه مش العمليه نفسها، لكن كيفيه عمل نظام غذائي للحاله بعد العمليه. يعني اهم من العمليه نفسها ازاي تظبط التغذيه، لانه بيبقى عندهم سوء تغذيه، عندهم ترجيع، عندهم غثيان، عندهم قيء، عندهم سدلان نفس، عندهم تغير في طعم الاكل. كل الحاجات دي هتعامل معاها ازاي بعد العمليه؟ فلازم اكون متابع مع اخصائي تغذيه كويس جدا. فبالتالي احنا عايزين نقول ان الحالات لو مش متابع معاها اخصائي تغذيه احسن لك ما تعمليش عمليه، احسن لك ما تعملش عمليه لو مش هيتابع معاك اخصائي تغذيه فاهم كويس وعارف ازاي يطلعك من فتره بعد العمليه ويرجعك انسان طبيعي تاني. يعني احنا لو تخيلنا ان لا قدر الله واحد عمل حادثه او عمل عمليه في رجله، فبالتالي لازم يروح لدكتور علاج طبيعي عشان يعمل له اعاده تاهيل كانه بيتعلم المشي من اول وجديد. فبالتالي نفس الحاله بالظبط لاخصائي تغذيه، لازم بعد ما اعمل عمليه واشيل جزء من الجهاز الهضمي او اقصر جزء او اقطع جزء من الجهاز الهضمي، لازم استلم الحاله اخصائي تغذيه فاهم عشان يبدا يأهل الحاله ان هي تاكل تاني بشكل طبيعي. والعمليه التأهيل دي ممكن تاخد لمده شهرين او اكتر. تمام، ده بشكل مختصر العمليات. طيب هل العمليه لاي شخص؟ لا، لازم يكون البي ام اي بتاعه، يعني انا بجيب الوزن على مربع الطول، بقسم الوزن بالكيلو جرام على الطول مربع بالمتر، والناتج ده لازم يكون اكتر من 40 او اكتر من 35 ومصاحب ليه بعض الامراض الصحيه زي القلب او الضغط او السكر او تصلب الشرايين او زياده نسبه الدهون، يعني بعض الامراض المصاحبه لمرض السمنه. فدي الحالات المصرح بيها ان هي تعمل عمليات، مش اي حد زياده عنده 5-10 كيلو يروح يقول ايه انا هعمل العمليه.